تحموا اسرائيل بدكم انتم تقفوا في خندق اسرائيل؟ لا، ويقول لك والله انه كمان انه اسرائيل مزعوجه جدا من رفع الحرس الثوري الايراني من قائمه الارهاب. يا سلام يا سلام. طب هو لما كان على قائمه الارهاب ايش قدرت تعمل له اسرائيل؟ اي مدكها في قلب تل ابيب. اي مين اللي بيعطي غزه الصواريخ؟ بتعطيها الصواريخ مين؟ تركيا؟ ولا بتعطيه الصواريخ مصر؟ ولا بتعطيها الامارات؟ ولا من وين الصواريخ هاي اللي ضربت في تل ابيب، واللي ضربت حيفا، واللي ضربت مطار هذا اللد، واللي ضربت ايضا مطار رامون؟ من وين اجت هاي الصواريخ؟ طب الحرس الثوري ما كانش على قائمة الإرهاب لما وصل هاي الصواريخ كلها لقطاع غزة؟ لما الكورنت السورية وصلوها لقطاع غزة وأذلت المركبة الإسرائيلية؟ طب يعني شو، طب إسرائيل خايفة، أنتوا ليش تخافوا؟ يعني وين الحرس الثوري ضربكم مثلا؟ يعني هي المشكلة اللي احنا بنعاني فيها. بدهم ينقذوا إسرائيل من أزماتها. الملك عبد الله ملك الأردن رايح على رام الله عشان يقول للرئيس عباس يا أخي هدوا الوضع. كمان اللي هي القمة الثلاثية هاي هدفها يا مصر أنت عندك علاقة أو بتقدر تضغطي على حماس، اطلبوا من حماس إنه ما يصعدوا الموقف وسكروا شوية معبر رفح، خليهم يصوتوا شوية. يعني هذه القصة. الآن جاي شهر رمضان، المعلومات اللي عند الإسرائيلي بتقول بدي يصير في انتفاضة في شهر